قدامنا محمد رزق من جديد، عايز يعمل عرضيه، مرت داخل ال 18 يغير اتجاهاته، حلوه وهدف. تغيير اتجاه بشكل اكثر من رائع. سعد الدين سمير يتقدم في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع. عمل فنت كده، هو الجون اللي هي فنت اللي عمله، تغيير لف جسمه كده وخد المدافع، خلاه غير اتجاهه الناحيه الثانيه خالص وراح في اتجاه المرمى وعملها في الزاويه الضيقه. ادي تاني مع حضراتكم المحاوله والفنت اللي عمله بشكل رائع على محمد دبش، مره واثنين وثلاثه، مرت الكوره وادي سامح شوشه اللي كان معاه غير اتجاهه كده، يعني نزل شوشه على الارض وبقى في اتجاه المرمى بدوران كامل برشاقه كبيره. سعد الدين سمير يلعبها بالقدم اليسرى ويسجل هدف اللقاء لفريق النادي الاهلي حتى اللحظه مع نهايه الشوط الاول. سعد الدين سمير يتقدم النادي الاهلي في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع، يجعل الاهلي في المقدمه مع نهايه الشوط الاول. وادي صفاره كابتن محمد الصباحي حكم اللقاء ينهي الشوط الاول